قبل ما ابدأ كده يا صديقي، قصتنا النهارده حاجة فريدة من نوعها، والعبد لله مجهزها لك في ملخص. فصل على الحبيب علشان قلبك يطيب، وهيا بنا نغوص في أعماق الحكاية. بنشوف مجموعة من الأصحاب وبيكونوا عاملين غدوة كده، فواحد منهم بيقوم واللي بيكون اسمه جون، فبتسأله واحدة انت رايح فين؟ فبيقول لها انه هيخرج علشان هيجيب شوية مشروبات. فالصاحب بيقول له روح وما ترجعش تاني. فبيبص عليهم كده لكن عينيه بتكون على حاجة تانية يا صديقي. وسط ما كان ماشي بتنادي عليه صاحبته وبتقول له ايه يا عم خدني معاك، انا برضك عايز اشتري حاجة، واللي بتكون اسمها شيا. والواد بيكون فرحان والظاهر ان في مشاعر ليه من ناحيتها، وبتمسك ايده هوب البنت بتوقفه وبتاخده على جنب، وبدون اي مقدمات بتديله سكر يا صديقي. وبعدها بيكملوا في طريقهم. بنرجع بقى شوية لورا وبنشوف صاحبنا وهو رايح المدرسة وحبيبته بتبعت له، فبيعزمها في مطعم. بعدها بينزل من الباص اللي هو راكبه وبيفتكر ذكرى ليه وهي معاه. بعدها لما بيوصل البيت بيشوف البنت دي وبيقول هي البنت دي بتعمل هنا ايه، لكن ما بيهتمش وبيخش المنزل بتاعه وبيبقى مقلق منها كده يا صديقي. ولما بيخرج بيلاقيها بره، فبيسألها انت شفتيني قبل كده، لكن بتبص عليه بنظرة حادة وهو بيلف وشه وهو بيمشي، لكن بيركز في ملامحها وبيكتشف انها مغنية مشهورة. وبيفتكر واحد صاحبه كان نفسه يقابلها، وقتها بيتذكرها فبيقول لها انت اسمك شيا؟ بتقول له نعم انا شيا. ومن غير اي مقدمات البنت بتنطلق عليه. وقتها بيكون مرعوب، فالبنت بتضحك على ردة فعله. بيقول لها انت كنت هتحرقيني بالولاعة، انا هبلغ الشرطة عنك. بتقول له انت قلبك جامد اعملها يلا. وبتعرفوا ان هو كان بيتجسس عليها، ودي تهمة لوحديها اكمن انا واحدة مشهورة. لكن بيدرك الموقف وبيعتذر منها فورا. بيقول لها ممكن تقابلي صديقي هو معجب جدا بيكي. لكن وقتها بتجيله رسالة وبيقول لها تقدر تدخل المنزل. وبيروح علشان يقابل حبيبته وبيناديها باسمها زهرة، وهي بتكون فرحانة جدا لما بتشوفه. وبيقعدوا وبياكلوا مع بعض، وبيكون مبسوط جدا انها سابت الشغل وجت قعدت معاه. وبعدها بيخرجوا وبتقوله ان الجو بارد جدا، فالواد بيعمل حركة الجدعنة بتاعته وبيديلها الوشاح بتاعه. وبعدها بيمشي، لكن وهو في طريقه بيقابل شيا واقفة في مكانها. بيقول ان الوقت متأخر جدا وهي لسه واقفة في مكانها، لكن بتروح ناحيته وبتقوله ما تقولش لحد على مكان بيتي والا هكسر راسك. بيروح وراها بيلاقيها اغمى عليها. بيجري طبعا علشان يحاول يعمل اي حاجة، فبيتصل بالاسعاف، لكن علشان هو سنه صغير بيفكروه انه بيكذب عليهم. بنروح بعدها اليوم التاني وبيكون في حد بيخبط على الباب، فبيروح علشان يشوف مين، وبتطلع شيا بتقوله صباح الخير انا جهزت لك الفطار. الواد بيكون مصدوم من اللي هي بتعمله. بوم بيرزع الباب في وشها. بيقول اول مرة حد غريب يعاملني باللطف ده. بنشوفه بقى وهو في المدرسة وبيكون فرحان علشان بيكلم حبيبته. وقتها صحابه بيقفشوه وبيقول له حبيبتك دي صح؟ لكن الواد بينكر كده. بيقولوا له هي رفضتك صح؟ لكن بيتوتر كده وما بيردش عليهم. بنشوف زهرة وهي بتفتكر لما اداها الوشاح بتاعه بتبقى لسه هتاخده علشان تودي ليه، لكن واحدة من زمايلها بتطلب انها تساعدها. وبعدها بيسيبوا المكان وبيمشوا. بنرجع لصاحبنا تاني اللي بيكون راجع مرهق، فجأة شيا بتظهر وبتسأله عن اليوم الدراسي بتاعه، لكن الواد ما بيردش عليها وبيسيبها ويمشي. بعدها في تاني يوم بتقوله صباح الخير وما بيردش عليها وبيمشي، وهو بيفضل يتجاهلها كل مرة لحد ما واحد صاحبه بيقوله ان في بنت في انتظاره. فبيلاقيها شيا. بيقول هي البنت دي عايزة مني ايه بالظبط، لكن هو بيعدي من جنبيها وهي بتلاحظه. بنشوفه بعدها قاعد في المدرجات بتاعة الجامعة وبيسمع اصحابه بيتكلموا عن بنت جاية المدرسة جديد. نعم انها هي يا صديقي. وبتسلم عليه وسط كل الحضور. والواد كان محرج جدا. وبتروح بعدها كده عنده بتقوله بعد ما تخلص المحاضرة ممكن نتكلم، لكن الواد بياخدها وبيمشي من المكان فورا. بيقولها انت عرفت مدرستي ازاي؟ بتعرفوا ان ساعة ما كلم الطوارئ علشان ينقذها سمعته لما كان بيقول لهم انه مهندس في الجامعة. بيقولها طيب انا عندي حبيبة، لكن البنت بتنفجر من الضحك.
الواد بيتفاجئ وبيسألها ليه انت كنت بتتبعيني طول الوقت. بتعرفه انها ما عندهاش اي اصدقاء وانها بتسكن لوحديها في بيت كبير. بيقولها ايوه ما انت غنية. بتقوله وانت اكيد عارف السبب في وقف عن الغنى، وهو ده السبب اللي خلاني متعرفش على حد، لكن اخترتك تكون صديق لانك ساعدتني. وقتها الواد بيتفهم موقفها وبيقولها اكتبيلي رقمك. وبيكونوا ماشيين وبيناديها باسمها، لكن هي بتوقفه وبعدها بيمشي تاني. فبتقوله العشاء النهارده عندي، لكن بيعرفها انه عنده حفل افتتاح المدرسة. بتقوله كويس انك عندك حبيبة علشان ما تضايقنيش لما نبقى اصحاب. بيقولها اطمني، وفجأة من غير اي مقدمات بتقوله ولو انا وقعت في حبك. بيتوتر الواد جامد وبعدها بيكملوا في طريقهم، لكن بيكون في مشكلة وهو انه هيفهم زهرة ازاي اللي حصل. بعدها بنشوف الاحتفال وفي شخص بيجي لجين وبيقوله هل البنت اللي جاتلك دي حبيبتك؟ بيقوله لا. الراجل بيفرح وبيقوله طيب كلمني عنها شوية، لكن بيفتكر انها كسر راسه. جدع يا ابن الله. وبيقعد يشرب لحد ما بتروح منه على الاخر، وبترن عليه بتقوله شكلك مستمتع. بيقولها صوتك لطيف. بتقوله معناها انك مستمتع جدا. ووسط ما كان بيتكلم بياخد منه تليفون وبيقولها ازيك يا قطة، لكن هي بتقفل. بعدها بيفضل يرجع من الكمية اللي هو شربها. بيشوف زهرة لكن بتطلع شيا. بيقولها عرفت مكاني ازاي، لكن الراجل اول ما بيشوفها بيقولها مش حاجة حلوة اننا نتقابل تاني. بيعرفها بنفسه، لكن بتقوله وفر وقتك روح احلم بعيد يا. بعدها بتمسك ايد جين وبتكون ماشية، لكن شكل الموضوع مش هيمر بسلام. بتقوله لو مسبتوش دلوقتي فانا معايا سلاح، ولو اضطريت لاي حاجة هعملها. وبترفعها عليه. بيقولها طيب اضربيني، لكن جين بيعمل حركة ناصحة وبيتحداه في انه يخلص الازازة قبليه. بعد ما بيخلصها بيكونوا هم هربوا. بعدها بيقف يستريحوا شوية. بيقولها لو كانت الشرطة شافتنا كنا هنعمل ايه؟ فالبنت بتعيط وبتقوله كل ما اخرج من البيت يحصل مشاكل، انا ليه كده؟ بيقولها اكيد ليك اسبابك الخاصة. فالبنت بتهدى كده وبتقوله انا هقولك على سر، كوني وحيدة في العالم ده فده شيء قاسي جدا. حاولت اكون لوحدي لكن منفعش، فقررت ان يبقى عندي اصدقاء علشان يرشدوني للطريق الصح. لكن الواد بيشجعها وبيقولها انه هيفضل دايما يساعدها ويحاول يعمل اللي يقدر عليه، وفي نفس الوقت ده هيصاحب واحدة غنية. بعدها بيتمشى شوية في المدينة وبيشوفوا اجواء من الحفل، وبتلفت نظره لفتة مكتوب عليها اسم الكلية بتاعت زهرة. فالواد بيجري فورا وبيتمنى انه يشوفها وبيقابلها فعلا، لكن بيحصل شيء صادم وهو ان زهرة اتعرفت على شيا وبتنطق اسمها بصوت عالي وسط كل الحضور. وبتكون صدمة كبيرة لشيا، وخصوصا ان الناس عملت بحث عليها وشافت فشلها في الغنى. فزهرة بتعتذر منها فورا اول ما بتلاقيها متعصبة، لكن شيا بتسيب المكان وبتمشي. وقتها بتسأله زهرة هل هي اذتها في حاجة، فبيهديها كده وبيروحوا يعتذروا من شيا. وبتكلمها زهرة بتعرفها انها لو رجعت البيت متأخرة بدون سبب فده هيسبب لها مشكلة كبيرة. فبتطلب من شيا تساعدها وتكلم والدها وتقول لها انها تبات عندها النهاردة، لكن شيا بترفض. لكن جيم بيتصرف وبيقول لها انت شيا الجميلة الأمورة ها، وبتوافق انها تساعدها وبتشكرها زهرة وبتمشي. لكن بيلحقها جين وبيقول لها ايه رأيك تباتي هنا النهاردة؟ بتقول له ايوه علشان تخليني ادفع صح. بعدها بتطلب منهم شيا انهم يدخلوا. بعد ما بيخلصوا بتقول لها اسفة اني وصفتك بالغبية، وزهرة بتعتذر منها وما محبة الا بعد عداوة. بعدها شيا بتخرج في الجو البارد، فبيلحقها جين وبيخليها تلبس المعطف بتاعه، وبيعرفها ان زهرة بنت جميلة وما كانتش قصدها انها تأذيها. وبيعرفها كمان ان هي اللي اقترحت تيجي علشان تعتذر منك. بعدها بتسأله انتوا تعرفوا بعض من امتى؟ فبيعرفها انهم كانوا في نفس الصف
بتاع التدريب، فبتقوله انها بتحسده على صداقته القوية وكان نفسها يبقى عندها اصدقاء اعزاء، وبتعيط كده يا صديقي. لكن فكرك جين هيسيبها تعيط بيهون عليها، وهكذا هي الدنيا يا صديقي. لذا انصحك نصيحة لوجه الله، عليك اختيار اصدقائك بعناية شديدة. والحكاية ما خلصتش لحد هنا، وفي ملخص جاي تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.